برنامج معمول عشان نعيش تجربه الماتشات. النهارده تاني جولات الدوري المصري، الزمالك والمقاولين العرب. اخوان الفينا هيجيب جول في الزاويه دي، وراه تبان سهله بعض الشيء بلغه الكوره عشان نادي الزمالك ليه تاريخ كبير. انا معاكم عشان اوريكم اعظم جمهور في الدنيا، نادي الزمالك. جمهور الزمالك النهارده جاي ومقرر الثلاث نقط، الزمالك والاسماعيلي من استاد هيئه قناه السويس. للاسف الزمالك خسر نقطتين مهمين جدا 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 في سباق الدوري المصري. عارفين ان كل زعلان وجمهور الزمالك متاثر بنتيجه الماتش اللي فات. الزمالك ما قدرش يكمل على نهج الانتصارات. الشهر ده شهر دايما بنفتكر فيه 20 شهيد في الجنه. النهارده يوم مميز، النهارده 2 رمضان. النهارده الزمالك عنده ماتش صعب جدا، ولكن الاجمل والاجمل ان جمهور الزمالك النهارده بعدد اكبر بفضل الوايت نايتس الموجودين كل ماتش من اي مكان في العالم عشان يشجعوا فريق نادي الزمالك. باذن الله هنكسب ماتش صعب جدا، ولكن ظروف البطوله كل ماتش بمثابه كاس، فباذن الله ربنا يكرمنا ونعدي ماتش النهارده ونفكر خطوه في خطوه ايه اللي جاي. ربنا يكرمنا والزمالك يختم الموسم ببطولة دوري غالية ترجعنا تاني دوري أبطال أفريقيا وترجع الدوري 100 عقبة مكانه مرة تانية. الناس كلها هتفتكر اللحظة دي وهتفتكر إن الزمالك هو البطل، ولكن قليل جدا اللي هيفتكر كم مرة قلنا الحلم انتهى، كم مرة قلنا لنفسنا خلاص مفيش دوري ولا أي بطولة، كم مرة روحنا البيت ساكتين. عشان كده فرحة النهايات معانا احنا مختلفة. لعيبه الزمالك كلهم يجوا عشان من حقهم فعلا يشجعوا الماتش ده. اول ماتش في الموسم واول صافره للحكم في ماتش ممكن يكون بدايه لموسم كله خير للزمالك. اول ما الحكم صفر وكسبنا ما كانش حد فينا يتخيل ان الماتش ده بدايه لروايه طويله كلها مشاكل وصعوبات، وفي الاخر الزمالك هيكون بطل الدوري. في الكوره مفيش حاجه بتمشي بالسيناريو اللي انت بترسمه، نقطه بتضيع هنا وهزيمه بتجيلك هناك. جول في اخر دقيقه يسرق منك فرحه كنت فاكرها مضمونه. كل اسبوع تبدا تسمع نفس السؤال من اللي جنبك، هو احنا رايحين على فين؟ لما النتائج بتسوء اول حاجه بتتغير هي الشخص اللي واقف على الخط. المدرب مشي لكن الاسئله فضلت موجوده، مين هيلم الفريق؟ وفي عز الشك بيجي ماتش واحد يخليك ترجع تحلم مره تانيه. فجاه الناس رجع صوتها في المدرج ورجع الايمان ان الحكايه لسه ما خلصتش ولا هتخلص. بالعكس احنا بدأنا هنا نصدق ان الدوري ممكن يبقى زملكاوي ونحقق حلم محمد صلاح. نعم انا مريت بيها في حياتي وسايب بقى ورث كبير لاولادي وعيلتي من بعد ما نبطل ونروح لربنا. نادي الزمالك برضه هيجي عيد ميلادي، نادي الزمالك هو اللي هيكرمك وانت مش موجود. فنادي الزمالك ده بالنسبه لي انا هو حياتي يعني. نغلب في شعارنا يا صافي، احنا بنغلب في شعارنا، بنغلب في شعارنا. كل ما نقول خلاص اتعلمنا يرجع الموسم ويختبر صبرك من جديد ويعرفك ان الطريق عمره في حياته ما هيكون سهل.
ماتش صعب، جمهور الزمالك عارف انه ماتش صعب، بس جمهور الزمالك دايما رهان عليه، رهان على الناس دي. كل ما اتفرج على فيديوهات الماتش ده افتكر ان اكتر لحظه حسيت فيها ان الفريق ممكن يقوم كانت بعد اكبر هزيمه في الملعب، لما الجمهور قرر يهتف بدل ما يمشي. وقتها فهمت ان الانتماء مش اي علاقه بالنتيجه. يمكن كل موسم ليه لحظه بتغير كل حاجه، لكن احنا لحظتنا كانت هنا. يمكن اللي هيتفرج على الفيديو ده بعد سنين هيفتكر ان الموضوع كان سهل. الكاس ده مش مجرد بطولة، الكاس دي مكافأة لكل جمهور الزمالك، كل جمهور الزمالك اللي عمره ما بطل تشجيع وقت الخسارة، وما كانش همه أبدا إنه يشجع عشان كسبانينه بس.
مبروك الدوري زملكاوي، مبروك لجمهور الزمالك، مبروك. الناس دايما هتفتكر البطل، احنا هنفتكر الرحله. وكانوا بيتريقوا عليك ويقولوا لك ما تسمعنا يا عم الحدوته واخر الموسم مدرج نادي الزمالك الوايت نايتس، سمعتهم الحمد لله.